أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. المكان اللي قدامنا ده أمام كلية الطب في منطقة محطة الرمل، أو بمعنى أدق في محطة القائد إبراهيم. النهاردة هاخدكم من عند كلية الطب لحد شارع السلطان حسين. المكان ده كله كان ملك الخواجة الإنجليزي الثري أوزوالد فيني، وهنشوف بيته. يمكن كلنا بنمر على المكان، لكن معظمنا ما يعرفش تفاصيل عن المكان ده والبيت اللي جنبه والأرض اللي كانت محيطة بالمكان هنا. طبعا كلنا عارفين المكان اللي قدامنا ده في الصورة هو مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر حاليا، يعني أو شركة الإعلانات المصرية. ودي كانت مقر الشركة الخاصة بيه، شركة الأقطان، أمام مستشفى الميري على طول. ومن هنا الواجهة بتاعة الشركة، شركة القطن. وكانوا بيطلقوا عليه أوزوالد فيني إن هو ملك القطن في مصر. وكمان أوزوالد فيني كان من أغنى أغنياء الأجانب في مصر، وهو كان راجل ذكي جدا وشاطر جدا، ودخل في التجارة وكمان البورصة وكمان العقارات، وكان ليه إسهامات في كل جزء في اسكندرية. وطبعا هنا المكان أو الشركة اللي أسسها وخاصة جدا بالقطن. وهنا الصورة طبعا جبت لكم من الخلف، هنا من الخلف على شارع رولو، وحاليا اسمه شارع الدكتور أحمد عبد السلام. وبتطل كمان الجهة دي أو مدخل الشركة من هنا على شارع السلطان حسين، لكن واجهة الشركة أمام كلية الطب أو مستشفى الميري، والشارع هناك بيطلقوا عليه شارع كلية الطب. طبعا قد إيه شايفين جمال المبنى، حلو جدا. هو على الطريقة الفلورنسي، المباني الجميلة بتاعت زمان، والمبنى كمان يعيش أكتر من 200 سنة. مبنى جميل ومبدع وشيك جدا. تم بناء المبنى عام 1907 على يد المهندس المعماري جان ساين، وده مدخل الشركة. وحاليا هو برضو شركة زائد دار النشر. لكن فيني كان ساكن في الفيلا اللي جنب المكان على طول، لدرجة ان هو كان عامل سلم داخلي ما بين الشركة وما بين الفيلا بتاعته، لكن دلوقتي هم شالوا السلم ده. ودي الفيلا بتاعت أوزوالد فيني اللي كان ساكن فيها، من أجمل الفيلل أو القصور اللي كانت في اسكندرية. المكان هنا ياما شهد حفلات باذخة، وكانوا بيعزموا مشاهير الإسكندرية والعائلات الكبيرة في المكان هنا، وسط عشرات التحف واللوحات النادرة والأساس الفاخر اللي اتصنع مخصوص لأوزوالد فيني ومراته، اللي تعرف عليها في إيطاليا في عام 1920. وكان عمره هو في الوقت ده فوق 40، وقابلها وكان هي عندها 16 سنة، وهي كانت موجودة في ملجأ أيتام، واتجوزها ورجع بيها مصر وخلاها نجمة في المجتمع السكندري. عايزة أقول لكم كمان إن العمارتين اللي جنب الفيلا بتاعته وكمان الشركة هو بنيهم للموظفين الأجانب اللي كانوا شغالين معاه. شايفين العمارتين المميزتين دول؟ ما شاء الله، الشارع كله تحفة. هما 4 عماير، أول واحدة الشركة بتاعته، والتاني الفيلا اللي هو كان ساكن فيها، وبعد كده العمارتين دول للموظفين. الشارع اسمه شارع رولو زمان يعني، ودلوقتي اسمه الشارع الدكتور أحمد عبد السلام. أوزوالد فيني اتولد في مصر، وكان والده طبيب، وبعد عامه الأول والده أخده وسافر تاني إنجلترا،
وبعد كده رجعوا. عايزة أقول لكم إن فيني كان ميلاده من الفترة 1880 لحد 1942 الوفاة بتاعته. عايزة أقول لكم إن هو كان رئيس الجالية البريطانية في اسكندرية، واشتغل في جميع أنواع التجارة في مصر كلها، زي تصنيع الخميرة ومنتجات الألبان. وكمان كان طبعا بيمتلك الشركة الشرقية للنشر ومعظم الجرايد في مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة تجارة القطن العملاقة في اسكندرية وإنجلترا، وكمان شركة الإسكندرية التجارية، وشركة الإسكندرية للتأمين، والشركة الوطنية المصرية، وبورصة المينا. وكمان كان مقاول كبير، وعمل شاليهات فيني اللي هي مميزة في منطقة سيدي بشر على البحر، يمكن ناس كتير قوي عارفة المكان. وكمان الفيلل اللي قدامنا في منطقة الحضرة. هو كان راجل خير جدا جدا، وشارك في معظم مستشفيات اسكندرية، المواساة والمستشفى الإسرائيلي اللي هي مستشفى الطلبة حاليا، وكمان مستشفى الميترنتي دفع فيه حوالي 1200 جنيه ذهب، طبعا يعملوا مبلغ وقدره دلوقتي. وأثناء الحرب العالمية الثانية أخذ مراته وسافر على جنوب أفريقيا، وهو اتوفى هناك في جنوب أفريقيا، لكن رجع واندفن هنا لما مات، واندفن في كنيسة القلب المقدس لأنه كان عاشق لاسكندرية. عايزة أقول لكم حاجة أخيرة عن هذه الشخصية وأهميتها في اسكندرية. قامت وزارة الثقافة بتبني وتحويل بيت أوزوالد فيني إلى معرض من معارض الفنون، ويكون أحد الشعاع الثقافي والفني لمدينة الإسكندرية. في حاجة مهمة كمان أنا نسيت أقولها لكم، لأن الشخصية دي ثرية جدا جدا، وفي حاجات كتير يعني مهما قلت مش هيكفي. إن هو كمان في القاهرة عمل ميدان اسمه فيني في الدقي، لأنه بنى مجموعة فيلات أنيقة جدا في المنطقة دي، وكانت المنطقة فيها مستشفيات راقية جدا. وكمان كان يرأس شركة التطوير العقاري اللي قامت في العشرينات والثلاثينات بوضع المخطط الرئيسي لمناطق والحدائق في جزيرة الروضة والجزء الجنوبي من منطقة العجوزة. وأتمنى أن المحتوى يعجبكم، وإلى اللقاء، ودايما دايما في حب اسكندرية نلتقي.